بشرى الذهبي، نائبة رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وعضوة مستشارة في الفيدا. اللي وقع انه هاد الديور بجوج رايلين للسقوط وعندهم القرار ديالهم، قرار الهدم. ودابا كاين لو ريسك الخطر على الساكنه، لهذاك الشيء دخلت السلطه الله يجازيهم بخير باش يخرجوا الناس خوفا على الحياه ديالهم. هذاك الشيء علاش بزوج هذه كل حدا. حنا كمستشارين ديال مقاطعه الفدا هي الاولى. انا دابا كنمثل ساكنه الفدا. كمستشارين الفدا، السيد الرئيس علم السلطه وعلم الناس ديال باش يدخلوا، حيتاش من جاونا عندهم كانوا في الاول عرفتي الناس ما يبغيش يخرج من دارو هذا، ولكن ما نعرف راه كاين خطر. خرجوا وان شاء الله دابا راه كاين انهم غادي يكون استفاده من السكن ان شاء الله من هنا للقدام. وحنا كممثلين ديال المقاطعه ديال الفدا كنوعدوا الساكنه ديال حنا غنتبعوا هذا الدوسي وحتى يعني يستافدوا في اقرب وقت ممكن. دابا حنا كمقاطعه كنقلبوا شي مراكز ديال الايواء ولا شي حاجه على الله في اقرب وقت اللي كاين. هو كاين على الاقل اليوم راه حنا كنقول كما قلت لكاع الاخوان الصحفيين، حنا راه كاينين الجيران كاينين العائلات، حنا المغاربه راه كنساندوا بعضياتنا في هذا اكثريه در السلطان ما غنفوتوش بعضياتنا بما ان شاء الله بما لقينا لهم حل. وان شاء الله خير، نتمنوا خير. لا جاو الاخوان ديال هذيك بعيده عليها ما عندهاش علاقه بها، هذيك حاجه جديده. هذوك الديور القدام، هذيك اللي من هي ماشي قديمه بزاف. هذاك الشيء علاش ان شاء الله ما راه هما ساكنين فيها ما كاينش فيها لو ريسك هو في هاد الجوج. ان شاء الله غدا يشوفوا غتجي اللجنه باش نعرفوا شنو كاين ويحسبوا دوك الاحصاء ديال دوك الناس اللي خاصهم يستافدوا، وان شاء الله خير.